السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل لكم قطع بانيه النهارده من القرنبيط، تحفة جدا جدا، هتطلع معاكم حاجة تحفة. طبق سلطة كده، شوية رز أبيض جنبها، يعني هتعجبكم جدا جدا. والخلطة سهلة وبسيطة وطريقتها سهلة جدا، مفيش أسهل منها. تعالوا معايا قرنبيطة كده متوسطة، هي زي ما انتم شايفين، في اكبر وفي اصغر حسب الحجم اللي انت عايزة تجيبيه. تمام، هنقطعها كده زي ما انتم شايفين، نشيل العرق بتاعها كده والورق الاخضر بتاعها، ونفصصها كده مع بعض ونشوف طريقتها في السليق. الطريقة ديت سهلة. الاول كنت بسلقها كده زي ما هي كده، كنت بحطها في الحلة واسلقها. كانت بتطول شوية، لكن ديت الطريقة ديت سهلة جدا، مش بتاخد 10 دقايق على النار وتكون اتسلقت معاكي. وطبعا مش بندخلوها في مرحلة السوى الهرية، يعني بتبقى مهرية، لأ، بتبقى ماسكة نفسها كده شوية. تمام. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وإن شاء الله كده الفيديو بإذن الله يعجبكم بالطريقة. والنهاردة إن شاء الله بشوية زيت صغيرين هتقلي القرنبيطة دي كلها، مش هتحطي زيت تاني اللي حطيتيه في الطاسة، مش هتحطي عليه أبدا وهيتبقى منه. معايا هنا حلة فيها مية، ومية دي ساقعة عادي من الحنفية، وهحط القرنبيط، هحطه كده ايه لتحت، العروق كده لتحت والراس لفوق، عشان خاطر ما تتهرش منك، لان اول حاجة بتستوي الراس القرنبيطة كده من فوق، لكن العروق بتفضل ماسكة نفسها طبعا شوية. فطبعا بنخليها لفوق كده وبنحطها العروق لتحت. بصي، انا المفروض ان انا احط الكمون والملح، وبعد كده هرص عليه القرنبيط، بس انا حطيت بعد ما رصيت كده القرنبيطه كلها في الحله، احط كده الملح كده على الوش، واحط الكمون عادي، مش هيجرى اي حاجه برضو كده او كده، هتتشرب الملح بتاعها. بس انا بقولك يعني حطي في الحله من الاساس، هيبقى إيه الافضل يعني. تمام، هحطها كده على النار، وهغطيها بقى بالغطا بتاعها، وهسيبها تتسلق، ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. هنا بقى معايا جزرايه هي حلوه يعني كبيره، طماطمايه، والخضره بتاعتنا اللي هو الشبت وبقدونس وكزبره. انا بحب احط التلاتة مع بعض، بيدوني نكهه حلوه وريحه حلوه جدا جدا. تمام. والخضره بسم الله ما شاء الله اليومين دول تحفه جدا، تفرزيها وتعمليها حلوه قوي. وعايزه اقولك، اخش على الفيديو طريقه التفريز، هتلاقيني مفرزه الخضره مش هتسودي معاكي، مش هتطلعيها وتلاقيها مش حلو معاكي في الحاجه، لا، تطلع معاكي خضره وجميله جدا، وما فيهاش اي حاجه. بس اعمليها بنفس الطريقه اللي انا فرزت بيها، هتطلع معاكي ممتازه. وهنعيدلك تاني الطريقه، انا جبتها غسلتها غسله كويسه، وحطيت نقعتها في الميه، هتطلع معلقه من الخل، عشان لو فيها جراثيم فيها اي حاجه بتموت. تمام. وبعد ما اغسلها كويس اصفيها واحطها كده على قماشه واغطيها، بسيبها مثلا من العصر لغايه المغرب كده، هتكون القماشه اتشربت الميه اللي فيها كلها، مش عايزه يبقى فيها ميه نهائي يعني. وممكن تحطيها في مصفى الصفة مثلا الظهر كده، وعلى المغرب كده تكون اتصفت وتمام معاكي. تعمليها، قطعيها تقطيعة كويسة، وفي علبة وعبيها، أو في كيس خضار بتاع التلاجة عبيها برضو، هتطلع معاكي ممتازة. وتاخدي منها بس في علبة بتبقى أسهل كمان من الكيسة، بتاخدي كده بالمعلقة. أنا مفرزاها في كيسة عادي، بس بقولك الطريقة الأسهل ليكي، في علبة كده تكون أحسن. هنا معانا الجزر، بشرت كده جزرية زي ما انتم شايفين، وهبشر بقى الطماطمايه. والخضرة بتاعتي قطعتها، بقطع الخضرة بتاعتي ناعم عشان خاطر ما تبانش قوي في القرنبيط، وانا عامله له الخلطه، وتبقى طالع منه حتت كده من الخضره، لا، حاولي تنعميها على قد ما تقدري. تمام. يبقى كده الجزرايه الطماطمايه وجزرايه تكون كويسه، عشان خاطر القرنبيطه بتاعتنا حسب حجمها، لو انت هتعملي نصها يبقى جزرايه نص دي مثلا. وطماطمايه بشرتها كده، البشر الطماطم بيدي خرفشه حلوه قوي قوي للقرنبيط، وبيديله طعم حلو. تمام كده. وثلاث بيضات، وهنشوف بقيه المكونات معانا دلوقتي نجهزها معاكم وانا شغاله كده. البصل الطماطمايه والجزرايه بشرتهم زي ما انتم شايفين كده، يبقى كده تمام معانا الخضره والجزر والطماطم والبيض.
هنزل كده بكمية الخضرة اللي انا هحتاجها للقرنبيط. وبصراحة انا بحب ازود الخضرة، يعني دي ما شاء الله كانت رابطة ورابطة ورابطة 3 ربط، بس كانوا ما شاء الله كتير يعني. فطبعا من كل نوع خدي مثلا نص رابطة ولا حاجة. هحط بقى البيض كده. هنبص على القرنبيط بقى، خلاص هو كده ايه ما شاء الله، يعني استوى. وانا مش بتك عليه قوي اللي هو يتهري مني، لا، اللي هو السوى اللي هو خلاص انت تتحمر بقى وتطلع دايب بقى دوب. وعملت لكم برضو فيديو القرنبيط اللي هو بيتقلق بمعلقه من الزيت، مش مثلا بكوبايه الا ربع ولا حاجه زي ما هحط، لا. هصفي القرنبيط كله كده واطلعه كده زي ما انتم شايفين اهو. طلعته وحطيته كده ايه يتصفى معايا. هنا ملح وفلفل وكمون كزبره بابريكا مكعب من المرقه ومعلقه كبيره من الكركم. والكركم انا حسيت ان هو يعني هيبقى قليل شويه، فلو لقيت اللون مش كده هحط. وهنا حطيت معلقه خل كبيره، دي بقى بتنطر من معايا الزيت، ما بتخليش القرنبيط يشرب زيت خالص. واحط مجين كده من الدقيق، وهحط كده مج من الميه، وهحط وهجيب مج تاني عشان احس ان هي ايه تقيلة في التقليب يعني. انا ما عنديش نشا، ممكن تحطي معلقة نشا برضو بتفرق معاكي. معلقة من التوم برضو ما حطيتش توم، انا قصده ما احطش توم، لكن انتي حطي مثلا لو بتحبي التوم حطي فص. هنا حطيت نص كوباية المية وهقلب، وهحتاج النص التاني هحطه. تمام، حسب الخليط ما ياخد معاكي، بس اهم حاجة يبقى ايه تقيل كده وحلو، ما يبقاش خفيف مثلا وتيجي تحطي مثلا قطعة القرنبيط في الطاسة يتنطور منك الخلطة. لو لقيت الخلطة بتطير كده في الطاسة من القرنبيط يبقى الخلطة بتاعتك خفيفة. هنا حطيت كده معلقة من الكركم تاني عشان تديني بقى اللون الحلو كده، وهو صحي جدا على فكرة، ما بتقلقوش منه يعني لو زودت منه في الأكل. بس الخلطة بتبقى قوامها كده بتبقى حلوة جدا. تمام، يبقى كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. على نجيب بس القرنبيط كده ونحط الطاسة على النار. بسم الله. كده حطيت الطاسة، هحط بقى ايه اتنشفت معايا، كنت مولعة عليها النار، احط كده شوية من الزيت. يعني بتهيألي ما يكملوش كوباية الا ربع من الزيت او كوباية، يعني حسب القرنبيطة بتاعتك. وما حطيتش زيت تاني، هم دول اللي انا حطيتهم وقليت بيهم القرنبيطة كلها. هنا بقى بصوا القطعة ديت الصغيرة دي بحطها كده ايه عادي، لكن القطعة اللي بلاقيها كبيرة شوية بجيب كده ايه السكينة واقطعها كده ايه 2 3 حسب ما انت عايزة. كل ما تبقى صغيرة معاكي كل ما تطلع معاكي شكلها احلى في القلي يعني، بتبقى مناسبة جدا وبتبقى حلوة. انا بحبها بصراحة الصغيرة، ما تحبهاش اللي هي ايه كبيرة قوي. وفي بقى يعني انا قبل كده كنت عاملاه وكنت هرساه كده معاكم وكان طالع برضو تحفة. تقطعها 2 تقطعها 3 حسب قطع القرنبيط اللي معاكي. هقطع بقى بقية الكمية وابقى اكملها تاني ونشوف بقى. هنا الخلطة بقى بحطها كده يعني حتة القرنبيط بحطها في الخلطة واطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصوا ماسكة نفسها وتمام معايا. تمام كده، تعالوا بقى ايه ناخدها كده على الطاسة جنب الطاسة كده ونبدأ بسم الله ونحط. بسم الله. بجيب حاجة كده بحيث ان هي ما تاخدش معايا خلطة كتيرة يعني. كل ما تزودي لها الخضرة كل ما تطلع معاكي ممتازة وطعمها حلو أوي. الخضرة بصراحة بتديها نكهة حلوة، والجزر كمان بيخليها مسكرة كده.
انا مش معليه النار عليها، مخليه النار اقل من المتوسطه بشويه، بحيث ان هي تطلع معايا متحمره لون حلو، وفي نفس الوقت مقرمشه كده معايا، ما تبقاش طريه. كل ما تعلي النار هتاخد لون بسرعه، وهتطلع معاكي من القلب طريه، مش هتبقى مقرمشه. لو حابه ان هي طريه علي النار شويه، لو حابه ان هي طريه كمان ضيفي لها ربع فنجان من الحليب في الخلطه. لو حباها ناشفه ومقرمشه ما تضيفيش اي حاجه غير اللي انا قلتلك عليه، الاضافات ديت بس. وممكن تضيفي معلقه من النشا كمان. بصوا اللون عامل ازاي، تحفه جدا يا بنات، بجد حلو قوي ومقرمشه كده وجميله. تحسي ان انتي مطلعه قطع بانيه كده، اللون حلو كده والقرمشه بتاعتها حلوه، والريحه حلوه جدا. تعجبك قوي قوي لما تجربي الطريقه دي. واللي نازل كده في الطاسه برضو اطلعه عشان خاطر ما يتحرقش معايا وانا شغاله ويمرر لي القطع اللي انا هحطها او يبوظ لي الزيت. احط كده اهو، بسم الله. احط كده برضو تاني كده طاسه كمان. وبعد ما احط الطاسه ديت كده هكمل انا بقيه كميه القرنبيط واقليه يعني. ونشوف كده مع بعض بعد ما احط بقى القطعه الاخيره. الطاسه بتاخد 4 قطع يعني. كده خلصت الكمية كلها هيت. بصوا اللون عامل ازاي، بجد بيتكلم عن نفسه، بجد حكاية. بصوا شكلها من جوه مستوية ودايبة، واللون من بره كده كهرمان. عملت طبعا شوية رز كده، وعملت طبق سلطة صغير كده. يعني لو انت حابين، لكن هو لو انت مش حابين ممكن تاكليه بعيش كده مثلا، او تاكليها بالطريقة اللي احنا هناكل بيها النهاردة، اللي هو طبق سلطة كده وطبق الرز. بصوا تحفة. طبق سلطة كده، وطبق رز، وبولة رز كده، وقطعة القرنبيط. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وتجربوه ان شاء الله وتطلع معاكم تحفة. استنوا الفيديو جديد، مع السلامة.